السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض عيش الشاورما. طريقته سهله جدا، اسهل من حاجات كتير احنا بنعملها زي الرقاق كده والحاجات التانية الفلاحي بتاعتنا. ده كمان اسهل منها، ان شاء الله الطريقه تعجبك. ما تنسيش في لايك واشتراك في القناه لو الفيديو عجبك، وكمان تفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. شايفين العيش شكله عامل ازاي وقوامه طري وتحفه. يلا بينا نقول بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا هنا يا بنات جبت نص كيلو من الدقيق تقريبا، يعني كده فضيت نص الكيس ونخلته كويس. نزلت عليه بنص معلقة صغيرة من الملح، وجبت كده كوباية ونص من المية، وهعجنه العجين العادي خالص بتاع أي عيش. تمام. حطيت كده الكوباية بتاعة المية كلها، وبعدين النص كوباية التاني ده بقى هنزل كده بمعلقتين من المية. شوية شوية كده صغيرين، تمام، لحد ما الاقي العجينة بتاعتي كلها اتلمت معايا. شايفين بقى كده اهو؟ زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة هنحط كوباية الاول، وبعد كده النص كوباية هنحطه كده شوية بشوية. انا هنا طبعا بلم كده العجينة، لازم تعجنيها كويس علشان تبقى ناعمة معاكي. شايفين بقى قوامها؟ انا هسيبها ترتاح. لازم اهم حاجة تسيبي العجينة بتاعتك ترتاح، سيبيها نص ساعة اقل حاجة. لو سبتيها اكتر من كده كمان هتبقى احلى معاكي. سبتها بقى، غطيتها كده بفوطة وسبتها. بعد كده جبتها تاني وهقطعها معاكم كده. لازم الكرات بتاعتك تبقى، او الارغفة بتاعتك تبقى كلها مقاس واحد. يعني ايه؟ يعني تخلي كده ايدك ميزان وانتي بتقطعي. انا طبعا عندي ميزان من اللي هو الصغير ده، فكنت بوزن عليه. كل رغيف عملته 80 جرام يا بنات، بحيث ان هو يبقى يعني زي بتاع المطاعم بالظبط. انتي بقى تخلي ايدك كده ميزان، هو تقريبا الرغيف قد البيضة الكبيرة. تمام يا بنات؟ كل رغيف تخليه كده قد البيضة الكبيرة. شايفين بقى؟ انا هنا برضو هغطيهم كده واسيبهم يرتاحوا برضو نص ساعة على الاقل، علشان لما اجي افردهم يبقوا سهلين معايا في الفرد. هنا بقى كده جبت تقريبا يعني 4 5 معالق كده من الزيت، ونزلت عليهم، سخنتهم كويس كأني هقلي فيهم مثلا بطاطس او حاجة. وبعدين جبت كده معلقتين من الدقيق، ودوبتهم كويس في الزيت زي ما انتوا شايفين كده اهو. قوامه يعني ايه؟ متوسط، ولا هو اللي سايل قوي ولا هو اللي تقيل. احنا هنعمل بيه ايه؟ هندهنه بين الارغفة بتاعتنا علشان يبقى سهل معانا ان احنا نسويه على البوتاجاز وينفصل كده عن بعضه. بصوا بقى، انا هاخد 3 ب3. انتي ممكن تستخدمي 4 أو 5 على حسب قدرتك في ان انتي تسويه. يعني الاول ابدأي كده ب3، وبعد كده لقيتي نفسك يعني سهل معاك الموضوع، ممكن تكتري عن كده. بصي بقى، احنا هنعملها كده. هنفرد كده كل رغيف شوية. المهم ايه؟ هنفردهم هما ال3 قد بعض. رشي كده رشة من الدقيق تحت وفوق، وافردي براحتك خالص بالنشابة بقى، بأي أداة عندك بتفردي بيها. شايفين؟ المهم الايه؟ الفردة بتاعة الأرغفة بتاعتنا تبقى قد بعضها، هما ال3 يبقوا قد بعض. شايفين؟ انا هنا فردتهم هما ال3 قد بعض. بعد كده يا بنات هجيب بقى الخليط اللي انا عملته بتاع الزيت والدقيق، واجيب كده اول رغيف وادهنه معايا. واهم حاجة كده وانتي بتدهني، تدهني الحروف بتاعة الرغيف بتاعك، علشان لما تيجي يعني تفصلي الرغيف، يعني كل رغيف من التاني يبقى سهل معاكي وما يلزقش في بعضه. يعني وانتي بتدهني كده ادهني الحروف كويس. تمام. هحط كده ادي الرغيف التالت اهو. شايفين؟ ما شاء الله سهل جدا. من فوق بقى ومن تحت هنحط دقيق، يعني هنرش رشة كده من الدقيق فوق ورشة من الدقيق تحت، وهنفرد عادي خالص. بصوا بقى، انا فردت شوية وهشيل كده الرغيف او العيش بتاعنا واقلبه. بصوا لقيت ايه بقى؟ لو حصلت معاكي ديت يعني ما تقلقيش خالص. انا هنا الرغيف اللي هو تحت لقيته مش مفروض كويس زي اللي فوق، فمسكته كده بايدي بالراحة من الاطراف، و مديته كده او شديته لحد ما يوصل للرغيفة التانية.
وبدأت ان انا اكمل عادي خالص، ترشي رشة كده من الدقيق ما تخافيش، وتكملي عادي خالص. وتفردي العيش بتاعك على قد الصينية اللي انت هتسوي عليها، يعني تخلي بالك كويس، لان انا طبعا انا عندي صينية كبيرة. طب انت لو ما عندكيش صينية كبيرة يبقى تقطعي العيش بتاعك يعني تقطيعة صغيرة شوية، بحيث ان هو يتفرد على الصينية تكون مناسبة ليه. تمام، شايفين انا الصينية بتاعتي كبيرة ما شاء الله. انتي بقى شوفي الصينية بتاعتك اللي انت هتسوي عليها قد ايه. تمام، انا هنا بقى ولعت البوتاجاز وحطيت كده الصينية على البوتاجاز. خلي بالكم النار لازم تكون عالية. تمام، انا حطيت العيش بتاعي هنا ومحركتهوش خالص غير لما حسيت ان هو مسك نفسه. يعني انتي اول ما بتحطيه على الصينية بتحسي ان هو مسك في بعضه، لا انت ما تحركوهوش غير لما تحسي ان هو اتشمع وايه وبقى ماسك، يعني العيش ماسك نفسه، ان انت ممكن تشيليه وتضيريه وتحركيه كده. فاهميني؟ شايفين بقى بيتفصل كده بسهولة وبتحركيه وتضيريه، مفيش مشكلة خالص اهو. شايفين؟ ادي اول رغيف كده شلناه فصلناه. هنفصل برضو العيش من بعض اهو. شايفين؟ انتي اصلا بتلاقي الاطراف بتاعته فصلت كده من بعضها، وانتي بتسويه بتلاقيه الاطراف باينه ان هي فصلت من بعضها، فانتي بتشيليها كده بالراحه. شايفين بقى العيش بتاعنا ما شاء الله عليه؟ شايفين؟ هعمل معاكم برضو مره تانية. دولت كده كانوا 4 فوق بعض. تمام، حطيتهم اهو والنار عاليه يا بنات، مش بحركهم خالص غير لما بحس ان هما العيش مسك نفسه، يعني ما هوش سايح كده في ايدي، لا، بحس ان هو ماسك نفسه وان انا اقدر اشيله واحركه واضيره. شايفين؟ انا كده بشيله من الطرف بمسكه بلاقيه طري، لا بسيبه تاني اهو. شايفين؟ هنا انا لقيته بقى ايه مسك نفسه. شايفين الاطراف بتاعته؟ شايفين الاطراف بتاعته ازاي فاصله لوحدها كده اهو؟ شايفين؟ ما شاء الله اهو. بتشيليه بمنتهى السهوله اهو. بشيل واضير تاني. بصوا الاطراف يا بنات من الطرف، بصوا الطرف باين اصلا اهو ان هو فاصل اهو. شايفين؟ واحدة واحدة كده عشان هو بيبقى سخن بالراحة، وبتبقي حاطة حاجة جنبك واسعة تفردي عليها وتغطيه بفوطة. شايفين؟ سهل جدا. اهم حاجة وانتي بتسوي النار تكون عالية، علشان اهم حاجة طبعا في اي مخبوزات النار تكون عالية. بصوا بقى العيش بتاعنا ما شاء الله حلو جدا. شايفين ايديا باينة ازاي من تحتيه؟ ما شاء الله حلو قوي. انا كنت عامله شاورما ان شاء الله هنزلها لكم الفيديو الجاي. بصوا العيش ما شاء الله، جربوه وهتدعولي ان شاء الله. سهل جدا، مش بياخد وقت خالص يا بنات. يعني انتي هتعمليه هتعجنيه كده، ممكن تعمليه قبل ما تعملي الشاورما بيوم علشان مثلا تسهلي عليك الامور لو هتعملي كمية. بس والله هو سهل ومش بياخد وقت خالص. وكمان التسوية بتاعته على البوتاجاز سهلة جدا، يعني اسهل كمان من ان انتي تعملي الرقاق الفلاحي بتاعنا، واسهل من الحاجات اللي احنا بنعملها. بصوا ما شاء الله النص كيلو عمل معايا كمية حلوة جدا. هعمل بقى معاكم العيش ده ان شاء الله الفيديو الجاي شاورما. ما تنسوش تشتركوا في القناة لو عجبكم الفيديو، وكمان تضغطوا لايك.